واش تيقني الا قلت لك ان معظم الشعب المغربي كيتمنى انه يتلغى هذا العيد الاضحى؟ جاتك عجب ياك؟ ايوا سيدي، هذه الهضره كاينه. معظم الشعب المغربي كيتمنى انه يتلغى العيد الاضحى بسبب الظروف المعيشيه. الاحسن ما يكونش العيد على حسب الوقت، عيانه بزاف. كاين مسكين اللي ما خدامش، مع الاسعار طالعه مرتفعه بزاف. هذا العام هذا الا كان غادي يضر الشعب، الطبقه الكادحه المواطنين، الا كان الحولي ب 4000 5000 درهم، راه كنظن من الاحسن انه ما يكونش عيد الاضحى. الاضحى سنه، الا عندك عيد ما عندكش ما تعيدش، بحال الحج، عندك سير عيد وفرح معك الفقير، ذوق الفقير وصدق. ما عندكش تريح تعيش دوز نهارك عادي بحال سائر الايام. شوف منطقيه، حنا بسمعنا تنظروا ما كاين غير 86 ولكن 45 ما كاينش كاع، ما تيدورش. خصك بهذا المفهوم هذا خصك تفاوض مع واحد انا حولي صغير، انت كدق طولتك غتاخذ حولي ب 5000 درهم. المواطن المغربي جيبو مقصح، ولكن كلنا عارفين انه حتى حد ما غادي يقدر يخرج ويقول انني ما قادرش نشري الحولي. وحنا عارفين انه الا ولات هاد العاده ديال انه ماشي في استطاعتي باش نشري الحولي، الفقير غيرتاح، اللي عنده غادي يشري واللي ما عندوش غيشري واحد البركه ديال اللحم يدوز بها نهار العيد، ومريضنا ما عنده باس، وهكا كل شيء غادي يرتاح. انا عارف باللي هاد الهضره اللي كنقول لك ما غاداش تدخل لك الراس، غير بقى معايا انا غادي نشرح لك. غادي تقول لي ايوا دوك الدراري وليداتني شوفوا جاري مدخل الحولي وانا مدخل لهم 4 كيلو ديال بولفاف، كي درتي ليها؟ لا خاصني نشري الحولي. دوك الوليدات اسيدي الا ما ربيتيش فيهم هاد الثقافه غادي كل عام اولا كل سنه غادي تسناوك تشري لهم الحولي، كي عندك كي ما عندكش. جا في بالك واحد السؤال ياك؟ انا غادي نجاوبك عليه. ايوا اسمعني يا سيدي، هاد الحلقه غادي نقول لك ها علاش ما خاصكش ضروري تشري الحولي، وشنو السبب اللي كيخلي الحولي اولا الاضحيه ديال العيد طلع ليك بالثمن ديالها كل سنه. كيف ما كنعرفوا كاملين ان العيد سنه ماشي فريضه، ولكن كثقافه اللي تربات فينا ولينا كنحسوا به كفريضه انه ماشي سنه، ضروري خاصك تشري الحولي. ايوا يا اخي المواطن، حان الوقت باش تبدل ديك العقليه شويه. والى عقلتوا في العهد ديال الحسن الثاني راه تلغى 3 المرات. ما علينا، دابا حضر معايا شويه عقل. الدين ديالنا ما كيقولش لك سير تسلف وتكلف باش تشري الحولي. الدين ديالنا اسيدي كيقول الا ما عندكش ما تشريش، والناس اللي كتوفر فيهم هاد الشروط هما اللي خاصهم يشريو: ان يكون مسلما وان يكون مقيما، اي ما يكونش مسافر، وان تكون له القدره الماليه، ركزوا على هذه مزيان، وان يكون بالغ العقل. ما كتوفرش فيك وحده من هاد الشروط ما تشريش. وعن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وباش نزيد نقنعك مزيان، الاضحيه راه لله وليست لاحد، راه ماشي كنشريها باش نفرح وليداتي ولا باش يشوفني جاري راني مدخل الحولي. الله يهدينا وصافي. دابا فهمنا هادشي. ايوا كيفاش غنوليو نتحكموا في الثمن ديال الاضحيه؟ اوتوماتيكمون فاش انت ما عندكش القدره باش تشري الحولي والاخر ما عندوش القدره باش يشري الحولي، ما غيبقاش الحولي عليه الطلب. اذا شنو الطلب؟ اذا قل الثمن غيطيح، وهكا كلشي غيعيد العام الجاي، كلشي غيعيد، اللي عنده واللي ما عندوش. حيت انت كمواطن او زبون عند الكساب او زبون عند بزاف ديال الشركات عندك القدره باش تتحكم في الثمن ديال البرودوي كيف ما بغى يكون. كيفاش؟ انا غنقول لك سهله. طبق القاعده، والقاعده كتقول جاتك شي حاجه غاليه قاطعها ما تشريهاش، وهكا غادي تشوف النتيجه من بعد نهار ولا سيمانه ولا شهر ولا عام كاع. المهم غادا تبان لك النتيجه، وهنا غادي يولي اي برودوي قاطعتي غيوليو يجيبوه لك حتى الدار العار، غير شريه من عندنا. وهنا سيادنا غادا تسالي هذه الحلقه الخفيفه الظريفه، فنسال الله لنا ولكم التوفيق لما يحبه ويرضى، ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، والله يفرجها على كل مسلم. عيدكم مبروك، والله يدخلوا علينا بالصحه والعافيه، تعيدوا تعودوا ان شاء الله. هذا ما كان سيادنا، ما تنسوش ديروا لايك الفيديو، بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، تابوناو في القناه.